رغم المحاولات المستميتة التي بذلها قائد الانقلاب العسكري لتسويق مسرحية الانتخابات الرئاسية للعالم، محاولا شرعنة انقلابه العسكري وتنصيب نفسه رسميا على كرسي الرئاسة بعد تأخر دام قرابة 11 شهرا، وذلك من خلال بعثات الاتحاد الأوروبي والإفريقي لمراقبة الانتخابات واللقاءات المثيرة للسخرية التي أجراها قبل انتخاباته مع وسائل الإعلام الغربية. إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ولم تؤتي أكلها بسبب اللطمة القوية التي سددها الشعب المصري للنظام الانقلابي بمقاطعة واضحة لتلك المسرحية. فقد رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن وصول السيسي إلى سدة الحكم بمثابة إعلان وفاة للربيع العربي ودفنه، ليس في مصر وحدها بل في دول عربية أخرى، نظرا لما لمصر من تأثير في المنطقة. كما أكدت الصحيفة أن الانتخابات التي حدثت في مصر غير حقيقية، لأنه لم يسمح فيها سوى لمرشح واحد فقط بالترشح، فضلا عن منع الإسلاميين ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين الأكثر شعبية في الانتخابات الماضية، مشككة بذلك في نزاهة الانتخابات برمتها. وأضافت الصحيفة أن السيسي سيشكل جزءا كبيرا من محور مرعب في الشرق الأوسط والمغرب العربي، يمثل استبدادية شبه عسكرية تبرر وجودها بحماية البلاد من الإسلاميين المتطرفين والفوضى الاجتماعية. بينما اعتبرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن فوز السيسي في انتخابات غير متوازنة مضللا، وهو ما جعل كثيرين يخططون للامتناع عن التصويت. وفي المقابل رأت صحيفة الواشنطن بوست دعم عدد كبير من السيدات للسيسي يطرح مفارقة عجيبة، يرجع ذلك إلى أن السيسي كان صاحب أزمة كشوف العذرية، وأنه منذ استيلاء الجيش على السلطة ترأس حملة تضييق ضد المعارضين ومنهم كثير من النساء. وقالت صحيفة النيويورك تايمز أن السيسي لا يتنافس مع صباحي بقدر ما يتنافس مع نسبة 52% التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي في الانتخابات النزيهة الوحيدة التي عرفتها مصر بحسب وصف الصحيفة. بينما ألقى موقع التلفزيون الألماني الضوء على حالة الإحباط التي يعاني منها الشباب في مصر بسبب الانتخابات، كما توقعت ارتفاعا لتلك النسبة بعد الانتخابات. ونقلت قناة CNN في تقرير لها عن سارة ليا ويتسن مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط قولها إن الحملة القمعية التي تشنها السلطات المصرية ضد المعارضة منذ 10 أشهر كانت سببا في عرقلة نزاهة الانتخابات الرئاسية. وأكدت ويتسن أن الاعتقالات الجماعية لآلاف المعارضين السياسيين سواء الإسلاميين أو العلمانيين أغلقت الساحة السياسية. كما نقلت CNN أن تمديد التصويت في الانتخابات المصرية كان محاولة للتغطية على ضعف الإقبال ومحاولة لتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي بلغت 51.8%، وهو ما شكك أكثر بنزاهة الانتخابات. ومن جانبها وصفت افتتاحية جريدة القدس العربي ضعف التصويت في الانتخابات بالصفعة على وجه النظام المصري. بينما أصدرت منظمة هيومان رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه أن الانتخابات المصرية جرت في جو من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان واتخاذا لتدابير أمنية مشددة ضد المتظاهرين ومنع كامل من الحق في الاحتجاج والتظاهر. وأكد التقرير أن المقاطعة هيمنت على الانتخابات حيث بلغت نسبة المشاركة من الناخبين المسجلين 12% فقط خلال الانتخابات في 3 أيام. كما أشارت أن ميزانية حملة السيسي للانتخابات بلغت 25 مليارا من الجنيهات.